السلام عليكم. انا جاي لك من المستقبل وهتكلم معاك على فكره ثقافه الاي بي بي او الاي بي ان، يعني evidence based nursing او evidence based Pflege بالالماني وبالانجليزي. يعني ايه؟ ممرض قائم على الادله العلميه. برضو ما فهمتش يا عمرو يعني ايه؟ يعني ثقافه الممرض اللي بياخد الكلام النظري العلمي ويطبقه بشكل عملي ويطور بيه مثلا حاجات في التمريض. برضو مش فاهم يعني ايه. يعني في دراسة اتعملت، انت مثلا درست، مثلا هديك مثال هنتكلم فيه في الفيديو ان شاء الله، على ثقافة ان انا بطور المهام الوظيفية التمريضية للمريض من نظري لعملي. ان انا باخد الكلام ده واطبقه واشوف نتيجته عاملة ازاي، ولو طلعت كويسة ابدأ اطور فيه. تمام، دي نقطة تانية. ده انا بسميه هنا في المانيا مستقبل المانيا في تخصص التمريض في ده. فانت لو عندك اهتمام جامد ممكن تشوف الفيديو، لينك الفيديو الاصلي هتلاقيه تحت في اول كومنت. نقطه تانية او تالتة، الفيديو كامل هيكون شرح فيه طريقه كامله ازاي تطور في نفسك باي لغه تتعامل بيها، الحاجات دي كلها عشان تسهل عليك التعامل. انا عمرو بطبق الموضوع ده، حتى انا عندي فكره مشروع له علاقه بالماجستير بتاعي، و اوريدي بدات فيه بقالي كام شهر، وحاليا في المرحله الكلينيكال بتاعتي. وطبعا بعمل حاجه اسمها تقرير، وبعد كده بعمل الريفليكشن بتاعي عباره عن ايه، بكتب ده كله في ما لا يقل وما لا يزيد، على ما يقل عن 4000 كلمه وما لا يزيد عن 6000 كلمه بالالماني طبعا. فانا سلمت فكره المشروع وعملت خطوات ازاي هشتغل عليها نظريا كلينيكال، نظريا وكلينيكال تطبيق عملي، وهطور فيها ايه المشكله اللي انا لقيتها اصلا عندي في الشغل فبطورها وهكذا. هو ده وظيفة ده في يوم من الأيام، إنك تتطور فيها. فأنت بتعمل برزنتيشن أصلا للفريق، وبتدور على ناس تساعدك، وناس هتقف معاك، وإدارة واجتماعات رايحة جاية علشان بس تطور فكرة واحدة بس. ده احنا بنسميه عندنا في ألمانيا ده مستقبل التمريض حرفيا. ده في تخصص من مستقبلات التمريض، يعني التمريض له كذا مستقبل في كذا حاجة إن شاء الله. فدي حاجة من الحاجات المهمة يعني حبيت أقول لك عليها. فأنت لو عندك اهتمام، أنا آسف على المقدمة طويلة دي، ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله الفيديو الاصلي هتلاقيه على اليوتيوب باذن الله. اشوفكم على خير في رعايه الله.